السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السيرب او الشربات بتاع الحلويات. بصوا انا كده حاطه مج ونص زي ما انتم شايفين كده، ميه بتغلي طبعا حطيت عشان تغلي، وهحط 3 كوبايات سكر عليها. بصوا كده، بسم الله. بصوا عايزه اقول لكم حاجه، ممكن اللي طبعا عايز يقلل الكميه دي الكميه دي هتقعد معاكم كتير. اللي عايز يقلل الكميه ممكن يعمل كوبايتين سكر على كوبايه ميه بس. دلوقتي كده زي ما احنا شايفين هنقلب كده لغايه ما السكر يختفي خالص ما نشوفوش، وبعد ما يغلي اول غلوه كده هنحط عليه هنعصر عليه يعني نص ليمونه. زي ما احنا شايفين كده خلاص السكر بدأ يدوب، زي ما احنا شايفين كده بدأ خلاص قرب يغلي. دلوقتي بقى هنجيب نص ليمونه ونعصرها عليه. عايزه اقول لكم هو يقعد من تلت ساعه لنص ساعه لغايه اما السيرب يتقل شويه كده او الشربات يتقل شويه. زي ما احنا قلنا كده السيرب ده او الشربات ينفع لجميع الحلويات اللي هي بتحتاج طبعا شربات او سيرب. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص كده بيغلي طبعا الميه على السكر. دلوقتي بقى هنحط بسم الله زي ما احنا شايفين كده نص عصرة ليمونه كده. زي ما احنا شايفين كده بعد ما حطينا نص الليمونه هنسيبه بقى يغلي زي ما قلت لكم، وبعد كده لما يتقل شويه كده يبقى خلاص خلص كده. زي ما احنا شايفين بصوا تقل بس ما تقلش قوي، يعني احنا عايزين يبقى وسط كده. هنسيبه كمان 10 دقايق كده. زي ما احنا شايفين بصوا هو تقل بس ما تقلش قوي كده، وسط. فهنسيبه كمان 10 دقايق وكده. زي ما احنا شايفين خلاص بصوا السيرب او الشربات كده بصوا تقل كده تمام. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.